أعزائي المستمعين، صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي هتفتح فيه الفيديو. زي ما اتعودنا مع بعض حضراتكم، نعرف الأول المكان اللي احنا فيه. دلوقتي احنا في الأقصر في البر الغربي، مقابر وادي الملوك. ونبدأ في الشرح على طول. وادي الملوك كان مخصص لمقابر العمال الفقراء من مصر القديمة اللي كانوا بيشتغلوا في قطع الأحجار، والوادي ده ما كانش مجهول عن المصريين القدماء. ولكن في الأسرة 18 وجدنا إن الملوك اتخذوا جبان الطيبة مدافن لهم، زي ما اتخذ ملوك عصر الانتقال الأول والثاني منطقة الدير البحري ومنطقة درع أبو النجا مكان لدفن موتاهم. ولما المنطقتين اتملوا بالملوك وما كانش في مكان مخصص غيرهم، بدأت تظهر كتب جديدة في العقيدة المصرية القديمة اللي ظهرت معانا في مقابر وادي الملوك من الأسرة 18، زي مثلا كتاب الإمدوات، واللي كان بيشكل العامل الأساسي في العقيدة المصرية، واللي كان فيه نصوص كتير جدا وبتحتاج لمساحات كبيرة. وعشان كده منطقة الدير البحري ومنطقة درع أبو النجا مش كانوا صالحين لتنفيذ ورسم النصوص الكتيرة دي. وده فعلا اللي فكر فيه مهندسو عمال المقابر الملكية. فكروا في إن المنطقة المختارة لازم تكون بعيدة عن الأمطار والمياه الجوفية، بمعنى مكان يسهل حمايته والسيطرة عليه. وكان أول مهندس شيد مقبرة في الوادي هو المهندس أنيني في عصر الملك تحتمس الأول، ولذلك ذكر المهندس أنيني في النص الخاص في مقبرته بأن الملك تحتمس الأول كلفه بحفر مقبرة له في مكان معزول عن الناس، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت. بيقول كده بنفسه المهندس أنيني، حيث لم يرني أحد ولم يسمعني أحد في عمل المقبرة الملكية. وطبعا في كلام خاطئ بيقول إن الملك أعدم العمال بعد ما تم استكمال بناء المقبرة حتى لا يعرف الناس ويتم سرقة المقابر، وده كلام مغلوط تماما وخالي من الحقيقة. عشان الوادي ومدخل الوادي كان معروف قبل كده بالفعل، لكن الوادي مش كان معروف قبل كده بالنسبة لمدافن الملوك، وعشان كده الوادي خصص لدفن الملوك وكبار رجال الدولة بعد كده. حتى وصل إجمالي عدد المقابر في الوادي من الأسرة 18 حتى الأسرة 20 إلى 63 مقبرة حتى الآن. أقدم مقبرة هي مقبرة تحتمس الأول من الأسرة 18، وآخر مقبرة هي مقبرة الملك رمسيس التاسع من نهاية الأسرة 20. وفي إحصائية تانية بتقول إن أكبر وأهم مقبرتين هم مقبرة رمسيس السادس ومقبرة سيت الأول، عشان طولهم بعرضهم، عشان الطول في العرض بتاعهم عاملين 210 متر، وبتفتح لكبار رجال الدولة بس، وده نظرا لفخامتها الشديدة. وبتحتوي مقبرة رمسيس السادس على جميع الكتب الدينية والجنائزية اللي سجلت للملوك في عصر الدولة الحديثة، لكن مش كل محتويات الكتاب أو مش كل محتويات الكتب، لكن بعض الفصول من كل كتاب. أما بقى نيجي للعمال اللي هم كانوا بيحفروا المقابر الملكية. العمال القائمين على حفر الوادي دول عمال سكان قرية دير المدينة، ودول عمال اتعرفوا في أول الأمر بداية من عصر الملكة حتشبسوت، وكانوا مخصصين بس للعمل في مقابر الملوك فقط. وكانوا متقسمين مجموعتين، والمجموعتين مجموعة اليمين ومجموعة الشمال في المقابر. المجموعتين بيشتغلوا 9 أيام بس، واليوم العاشر بيطلعوا القرية وبتنزل مجموعتين غيرهم. المجموعتين اللي بينزلوا غيرهم بيكملوا الشغل بنفس الطريقة. وخلال فترة العمل بيكون في عمال قائمين على قمة الجبل، وده ليه؟ عشان بتوجد مستعمرة ليهم سكنية لا تزال موجودة إلى الآن، وبيوجد جنب المستعمرة بتاعتهم دي ناموس كبير فيه تمثال للإلهة ميرت سيجر، ومعناها محبة الصمت. دي الإلهة اللي بتسيطر على الوادي، وبتظهر على هيئة تعبان، وهي المسؤولة عن رعاية الموتى في الجبانة الغربية. وكانت إلهة مخيفة، وكانت النصوص بتنص عن اتقاء شرها، وهي كانت مسؤولة عن الكوابيس والاضطرابات النفسية، واللي كانوا بيخافوا منها وبيخافوا من اللي يقع تحت سيطرتها. ده إيه الإلهة المرعبة دي؟ أما بقى للملك صاحب المقبرة، نبدأ القصة من أولها. أي ملك كان بيعتلي العرش أول حاجة كان بيعملها بيكلف العمال بعمل مقبرة له. طب وإذا توفى قبل ما يكملوا بيسيبوا المقبرة دون اكتمال، وده ليه؟ عشان هيكونوا مشغولين بعمل مقبرة للملك الجديد اللي يعتلي العرش.